بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا صوت يعلو على صوت مباراة السوبر امبارح بين الاهلي والزمالك. طبعا بنبارك لنادي الزمالك الفوز التاريخي اللي حققه بالامس على النادي الاهلي بعد 30 سنة غياب. كان اخر سوبر ايمن منصور، وامبارح الزمالك كسب بضربات الجزاء الترجيحية. الماتش كان فقير فنيا وكان تكتيكيا اكتر منه، ما كانش فيه فرص كتير. كان الزمالك الافضل. الاهلي كان في اسوأ حالاته، كان وحش جدا، ومعظم اللعيبه بتاعته اختفت. وكانت التوقعات كلها قبل الماتش بتشير ان الاهلي هيكسب الزمالك وبسكور. حتى انا طلعت في فيديو قبل كده وقلت الزمالك في ورطه قبل ماتش السوبر. بس طبعا اللعيبه كانت رجاله ولعبت بحماس وبرجوله وكانت روحهم عاليه جدا. وكانوا افضل اداء من الاهلي، وكاس سوبر ذهب لمن يستحق. فمبروك لنادي الزمالك وجماهيره وادارته على الفوز بكاس السوبر. وطبعا اللي ساعد الزمالك على الفوز بكاس السوبر بعض التصريحات الاعلاميه من بعض المحللين وبعض اللعيبه القدامى، مثل كابتن احمد بلال اللي قال لك الزمالك ما يروحش السوبر احسن، الزمالك هيتغلب قبل ما يروح. كابتن احمد بلال ليه اراء غريبه عامه، يعني برضو كان بيهاجم مصطفى محمد ويقول لك ده ما ينفعش يلعب ولا ينفع يحترف ولا ينفع يلعب في المنتخب، ومهاجم امكانياته ضعيفه والكلام اللي هو كان بيقوله ده. برضو قبل ماتش السوبر يعني برضو حاول يقلل من نادي الزمالك، بس نادي الزمالك كبير، نادي الزمالك تاريخ، نادي الزمالك جمهوره العريض وادارته ولاعيبته. نادي الزمالك مش صغير او نادي سهل. وطبعا كده اعتقد ان الكابتن احمد بلال كده وعد درس كويس قوي، ويبطل التصريحات اللي هو بيحاول يصرحها عشان يبقى ترند او ان هو يكسب شعبيه. لان احمد بلال ملوش تاريخ اصلا. احمد بلال تألق موسم واحد وجاب على ما اعتقد 4 تجوان في ماتش ضد المقاولين والاهلي كسب 6 يوميها. فاحمد بلال هو لعب موسم بس، بعد كده حتى في المنتخبات كان اداؤه ضعيف، اللي هو عمال يطلع ويحلل وينقد ومش عاجبه اي حد خالص. وطبعا الكابتن مجدي عبد الغني برضو كانت تصريحاته غير موفقه. ويعني ما اعرفش، الاعلاميين المفروض ان انت بتحلل الماتش تحلل فني، بتقول مين اللي هيكسب مين فرصه اكبر، بس ما تقللش من الخصم وتقلل من المنافس. ده غير طبعا الاستاذ سيف زاهر اللي هو قال لك الكابتن امام عاشور والكابتن وسام ابو علي بيتدربوا على الاحتفاليه اما حد منهم يسجل جون في الماتش، وامام بيعلمه. ويوم الجمعه هاجي واثبت لكم كلامي ان اللي حصل دوت وان امام بيعلمه. وطبعا حاول يعني يوحي للناس ان الزمالك مغلوب لا محاله. طبعا كانت فرص الزمالك ضعيفه احنا قلنا، لان امكانيات الاهلي كانت اكبر وعنده لعيبه وعنده استقرار. بس الكوره ما بتعترفش بالكلام ده كله. الكوره بتعترف بالاداء في الملعب، وكل ماتش ليه ظروفه. فاحنا بنقول مبروك للزمالك، مبروك الكاس سوبر. وبصراحه ناصر منسي يعني انا انتقدته كتير، بس هو كان سبب من اسباب الفوز في مباراه الامس بالجون التعادل اللي هو حطه. وطبعا الجون اللي هو حطه دوت يعني ادى الزمالك افضليه، ان هو طبعا الزمالك هياخد مكافاه الفوز بالاتحاد الافريقي 500 الف دولار، وهياخد من هيئه الترفيه بالمملكه العربيه السعوديه 1.5 مليون دولار، اللي هي فعلا نظمت المباراه على اكمل وجه، وكانت صوره مشرفه لمصر. والروح الرياضيه بين اللعيبه كانت كويسه جدا بغض النظر عن المهاترات اللي كانت قبل المباراه، بس كانت الروح الرياضيه عاليه بينهم، وكان التنافس جوه الملعب بس. واللي كسب نقول له مبروك، واللي خسر نقول له هارد لك، وما يقللش من اللي خسر لان الفرص جايه كتير. والنادي الاهلي بطولاته كتير، يعني مش واقف على بطوله، ونادي الزمالك برضو زيه. فنقول مبروك طبعا لناصر منسي، ونقول مبروك يعني انا بشكر ناصر منسي وبشكر ابو ناصر اللي هو طبعا كان صاحب فكره تنظيم المباراه في السعوديه، وعلى المكافاه اللي هو هيئه الترفيه هتديها لنادي الزمالك.
فالشكر واجب لناصر وابو ناصر، ومبروك للزمالك.